نقطه اللبس مش لازم ان احنا نبقى لابسين عريان عشان احنا هنبقى كده مغريين، لا الراجل بيزهق عامه، الانسان بيزهق عامه، يعني لازم التغيير. فان احنا نبقى على طول لابسين عريان ديت حاجه مش حلوه خالص. هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. المهم قبل ما نبدا الفيديو هو بعنوان النهارده فن اغراء الزوج في وقت غير العلاقه. ايوه زي ما انتم سامعين كده، هو فن اغراء الزوج في وقت غير العلاقه، عادي جدا. فهو الموضوع برضو ايه للمتجوزين، يعني هو الموضوع مش هيفيد حد يعني قوي. هو الموضوع متلخص او انا ملخصاه في 8 نقط. ال8 نقط يعني انتم ممكن تتخيلوا، او مش قادره اقول لكم ان هم 8 اهيف من بعض، او اهيف يعني بالنسبه لنا احنا. لما اقول لكم الكلام هتقولوا ايه الهبل اللي هي بتقوله ده، بس هي لا هي دايت اللي بيحصل فعلا حقيقه. المهم ندخل بقى في الموضوع علشان ما اطولش عليكم الفيديو. زي ما قلت لكم فن اغراء الزوج في وقت غير العلاقه بيكون من 8 نقط، وهي اول نقطه اللبس مش لازم ان احنا نبقى لابسين عريان عشان احنا هنبقى كده مغريين، لا الراجل بيزهق. انا كانت ليا حد مثلا، يعني حد قريب مني، كانت مامتها اللي بتقولي يعني هي مرات ابنها على طول لابسه مملطه في البيت على طول، يعني ده الواحد بيزهق. ايوه فعلا دي حقيقه، ان عامه الانسان بيزهق عامه، يعني لازم التغيير. فان احنا نبقى على طول لابسين عريان ديت حاجه مش حلوه خالص، حاجه مش لذيذه. يعني في حاجات كتيره جدا انتوا ممكن تكونوا شايفينها انها بسيطه بس هي مغريه. وهي مثلا برضو، يعني انا لاحظت الموضوع دوت. طبعا يعني في الغالب بتبقى الستات حجمها اصغر من جوازاتها، يعني فانت كده، وهو طبعا بيبقى اعرض واطول، فمفيش مانع انك انت تاخدي تيشرت من بتوعه دول وتلبسيهم، هتلاقيه قصير شويه كده، وهتشمري الكم حته صغنونه من الجنب وتشمري الكم من الناحيه التانيه كده دوت. انت متهيالك انك انت شكلك هلاهوته وهبل وكده، بس لا، ايوه هو بيبقى شكله حلو والله. اسمعوا الكلام مني وخدوا ثقه. صغيره في العمر بس يعني ايه، برضو الواحد بفهم من الناس اللي حواليا، وبفهم من التجارب برضو اللي بتمر معايا، وخاصه ان كل اللي هم حواليا في اعماري اللي هم اواخر العشرينات والثلاثينات بقى. فطبعا ايه يعني، كل وقت كل مرحله عمريه وليها لبسها، وكل وقت برضو ليه لبسه. يعني انا ما ينفعش ان انا يكون ابني كبير، شاب في الكبير يعني في ثانوي مثلا، اللي هو سن البلوغ دوت، وانا ابقى قاعده قدامه بحاجه عريانه. لا انا بشوفها ان هي ما ينفعش وعيب. يعني البسي وهو ابنك وكل حاجه، بس يعني انا بشوفها ان هي مش حلوه يعني، او كده يعني. طبعا كل واحد وحريه رايه، وكل واحد وذوقه. يعني يا جماعه احنا على مرحله الشتاء، وما ادراكم وما مرحله الشتاء. بلاش اللايرز اللي فوق بعضها، انك انت تبقي لابسه بيجامه وتحتيها 50 حاجه، والشراب مطلعاه من فوق البنطلون وكده، يعني منظر غير حضاري. لو انت لوحدك يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه، لكن طول ما هو موجود في البيت علشان ما يقولش دي بتلبس ولا دي بتعمل، ولا مثلا ايه يروح يتجوز عليكي وترجعي تعيطي وكده يعني. واحنا عارفين التلاكيك ديت، فبلاش ان احنا نبقى شكلنا مش حلو في الشتاء دوت. يعني انا بلبس بيجامه مثلا واحده وبحط فوقيها الشال، انا كده متدفيه. اهم حاجه عندي في الشتاء، وان هي بحيث انها بتدفيني، ان انا البس شراب. فانا الشتاء كله ببقى لابسه شراب، صاحيه نايمه قايمه، المهم ان انا لازم الشراب يبقى لابساه. اما بلبسه بحس ان انا اتسترت كده، وان انا ايه كده دفيت. فن اختيار الشرابات ديت انا عايزه اعمل لها موضوع. بلاش الشرابات اللي هي تاخدي بتاع جوزك، تاخدي شراب يكون كبير عليكي بقى ويبقى فوق. بلاش الحاجات ديت. في لكاليك برضو حلوه جدا. طبعا اغلب يعني تقريبا كل الناس عندها لكاليك، فلو ما عندكيش برضو الشراب، في الشرابات بقى عارفين اللي هي بتبقى عليها ميكي ماوس والحاجات ديت، يعني انا بحسها حلوه جدا. يعني مش تفاهه، لا، ان برضو الست تحس ان هي طفله، او جوزها يشوفها ان هي طفله كيوت بنت وكده، برضو هو بيحب كده. يعني حتى نلاقي في رجاله بيقول دي بنتي فاهمين. يعني عادي انك انت تستصغري نفسك وتلبسي ميكي وبطوط والحاجات ديت حلوه جدا. فنهتم بنفسنا في مرحله الشتاء وباللبس. في لانجري بيبقى قطيفه، بيبقى دريس مثلا وفوقيه الروب بتاعه، وهو قصير بس معاه لكلوك، فانت لما هتلبسي اللكلوك فانت هتبقي متدفيه برضو. اوكي لابسه بيجامه، البسي فوقيها الشال، لكن بلاش نلبس برضو بنطلون شكله
والبتاع اللي فوق شكله كده يعني مش منظر مش لذيذ يعني خالص. اوكي، دي كانت اول حاجه. تاني حاجه وهي الشعر. يعني احنا عادي طبعا مش هنبقى قاعدين طول اليوم سايبين شعرنا، عادي ان احنا برضو بنقمطه قمطه كده غريبه تحس انها بتجيب لنا صداع يعني، بس القمطات ديت بقى ايه بيبقى ليها شكل مختلف. يعني لو هنعمل كالبوشه اللي فوق ديت يعني ممكن ان احنا ايه نوسعها شويه، وكمان ان هي يعني ما تبقاش اللي هي يعني ما نبقاش مزلطين شعرنا بشد كده يعني، لا انت تبقي مزلطه شعرك كده يعني مش حلو خالص وتلاقي قرطك باينه بقى وكده يعني. فعادي ممكن نخلي شعرنا فلافي شويه كده يعني ونرفعه بن لفوق بتوكه، نجيب من هنا ومن هنا برضو ايه احنا كده مش مسيبينه، وبرضو مش لامين دول حصان. ممكن نعمل دول حصان على فوق، او ممكن نعمل حاجات كتيره جدا. انا مش بقول لكم ان انتوا تسيبوا شعركم، بس بلاش القمطه اللي هي الغريبه اللي احنا عارفينها ديت. فالشعر برضو عليه عامل، وريحه الشعر عليها عامل كبير جدا. ديت كانت تاني نقطه. تالت نقطة وهي الثقة بالنفس، انك انت لازم تبقي واثقة من نفسك، لازم تبقي مقتنعة ان هو اتجوزك مش عشان جمالك، لا هو اتجوزك علشان هو شايف فيكي حاجة مش موجودة عند اي واحدة تانية. يعني مقاييس الجمال بتختلف من واحدة للتانية، وبتختلف من راجل للتاني. فحتى بدليل ان احنا مثلا لما بتنزل صور على السوشيال ميديا نلاقي واحد امور جدا ومراته عاديه يعني عاديه، ونقول ايه ده بصوا اتجوزه، مع ان هو احلى منها عادي. هو شايف فيها حاجات انت يعني شايف فيها حاجات تانية غير المظهر، غير الشكل الخارجي. فاهم حاجه انك انت تبقي واثقه من نفسك. زي مثلا لو جه مشهد في التلفزيون وهو حاول ان هو يغيظك مثلا بواحده ماشيه، بواحده معديه، واحده كده، عادي جدا ولا تتهزي ولا تأثري. هم احلى مننا بس هم معاهم فلوس مثلا، هما بيعملوا حاجات احنا مش مقدرتنا ان احنا نعملها. فلازم تبقي واثقه من نفسك. عارفين بقى احلى حاجه ان اللي بيتريق مثلا او اللي بيستظرف دمه يعني بيبقى شكله ما علينا، علشان الموضوع بيتاخد بقفش وان انا بقول حاجات غريبه كده يعني. المهم اهم حاجه انك انت تبقي واثقه من نفسك، يعني تمشي كده بصي يا جبل ما يهزك ريح. دي تالت نقطه. رابع نقطه ان هي انك انت تاخدي رايه. ايوه تاخدي رايه. بصوا انا دلوقتي مش بتكلم في اليوم او في الحياه عامه، انا بتكلم في نقطه معينه. تاخدي رايه بمعنى ايه؟ انت قاعده في البيت عايز تلبسي حاجه، مفيش مانع انك انت تاخدي رايه، شايفني في دوت ولا شايفني في ده، مفيش اي مشكله. مفيش مشكله لما تاخدي رايه. احط لون الروج دوت ولا احط لون الروج ده، طبعا هو ممكن ما يردش بس عادي يعني. المهم انك انت تاخدي رايه. يعني انا برضو انا بحس ان اخد الراي دوت بيبقى برضو عليه عامل. مفيش مانع انك انت تقولي له انا عايزاك تجيب لي مثلا حاجه البسها تكون انت حابب انك انت تشوفني بيها، هو هيفرح انك انت بتقولي له كده. فانك انت بتاخدي رايه ديت برضو حاجه مهمه جدا انا بشوفها. يعني من التجارب برضو زي ما قلت لكم اللي بتمر عليا والناس اللي حواليا. ديت كانت رابع نقطه. خامس نقطه اللي هي انك انت توافقي على طلباته. عادي توافقي على طلباته، مفيش مشكله انك انت توافقي على طلباته. عارفه ليه؟ هقول لك انا ليه. لانك انت لو ما وافقتيش على طلباته هو يعني بعد الشر يعني الله اعلم حاجه في علم الغيب، ممكن بعد كده يروح يقول ان انا اتجوزت عليه علشان هي ما كانتش بتخليني اعمل اللي انا عايزه، او ما بتخلينيش ان ما بتعمليش اللي انا عايزه. فاهمين يعني؟ انتوا فهموا بقى يعني. فانت وافقي على طلباته عادي، ما فيهاش اي حاجه. حلالك بلالك وافقي على طلباته، شوفي هو عايز ايه في حدود حاجه ما تغضبش شرع ربنا. معلش هي الكلام برضو بيتقلب. فانا مفيش مشكله انك انت توافقي على طلباته منعا ان هو يبص بره. وده يعني بتبقى نسبه كبيره من الرجاله بتبقى كده، وبتبقى بسبب الموضوع دوت. فخلينا معترفين بالموضوع دوت. ديت كانت سادس نقطه. احنا قلنا اللبس والشعر وال الايه، انا نسيت. طب انتوا كنتوا بتعدوا معايا ولا ايه؟ تقريبا دي سادس نقطه. التقارب الجسدي. سادس نقطة هي التقارب الجسدي. بمعنى هو جاي من الشغل، ما ينفعش ان انت تبقي قاعدة في مكان وهو في مكان. ليه؟ هو ده اللي بيحصل. بس يعني احنا برضو بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني بنعمل برضو اللي علينا بزيادة يعني. عادي روحي الزقي فيه، تناحى، احنا هقعد جنبك يعني هقعد جنبك حتى لو هو ماسك الموبايل،
حتى لو هو بيتفرج على التلفزيون عادي مفيش مشكله، روحي اقعدي جنبه، امسكي انت كمان الموبايل. المهم التقارب الجسدي دوت. يعني انا حتى بحس لما بحضن حد من ولادي ان انا بحس كده ان هو ايه، زي ما يكون حته مني، يعني بحس ان هو بيلمسني كده من جوه. فالتقارب الجسدي في العادي يعني دوت برضو عليه عامل جدا، عامل كبير. انا كل الحاجات دي بشوفها انها مغريه اكتر من انك انت تبقي لابسه حاجه يعني عريانه او كده يعني. الحاجات ديت عليها عامل. سابع حاجه هي الكلام. انت طول اليوم بتزعقي عادي، زعقي براحتك، زعقي مع عيالك، طلعي عينيهم، انت حره انت وهم، لكن برضو يعني لازم تبقي معاه. يعني احنا يا رب صبرني، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى رقاق. يعني انا عن نفسي بحاول ان انا ايه ابقى رقيقه كده، يعني ساعات بحب ايه كيوت خالص ومعرفش وايه وايه وايه، يعني اللي احنا بنحاول الكلام دوت بيبقى عليه عامل. يعني بلاش الصوت العالي والجو دوت وما ملوش لازمه. انا مش عارفه والله يا جماعه دي 7 نقطه ولا 8 نقطه، انا مش عارفه. كل مره اعمل فيديو ابقى عارفه العناصر او الموضوع بيتكون من كام نقطه، وافتكر كده يا جماعه، يا ندى يا ندى يا ندى هو الموضوع بيتكون من 7 نقط، يا رب ما انسى. فعلا ببقى عارفه ان هو بيتكون من 7 نقط، بس وانا بتكلم بقى بنسى الكلام. يعني هي دي كانت اول نقطه ولا 5 نقطه، فالمهم انتوا ايه عدوا معايا. اخر نقطه وهي ان الزوجه الفرفوشه رزق. بس كده، الزوجة الفرفوشة رزق. هزري، اضحكي، اجري، اعملي بصي اعملي اي حاجة، يعني خليكي فرفوشة، خلي البيت فيه حركة، فيه ضحك، فيه هزار. الروتين الامومي قوي اللي هو ما ينفعش، لا ايه ده ما تهزرش معايا بايدك، لا ما اعرفش ايه، لا ما كده، لا. الزوجة الفرفوشة رزق، وكل واحدة بتبقى عارفة جوزها بيحب ايه وما بيحبش ايه. فانا مش بقول لكم الكلام دوت خدوه قاعده، بس انا بتكلم دوت من ان اللي حواليا كلهم جوازاتهم بيبقوا نفس الدماغ، نفس الدماغ المقاربه، اللي هي العمر اللي هو في اواخر العشرينات والثلاثينات. فانا بشوف ان الحاجات ديت مغريه جدا اكتر من ان انت تبقي لابسه عريان والجو دوت. انا بحس ان الحاجات ديت ألذ اكتر. فدوت كان الموضوع بتاع النهارده. اتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بحاجه تنتوفه صغنونه قد كده يعني. ده كان الفيديو بتاع النهارده. هتوحشوني جدا جدا جدا. للفيديو اللي جاي بس متنسوش اللايك، متنسوش السبسكرايب. توحشوني جدا 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 جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان انا كنت خفيفه كده على قلبكم يعني. هتوحشوني جدا. باي باي.